الفيلم ديالنا كيبدا مع بطلة الفيلم اللي سميتها ساندرا، اللي كانت غادية عند عجوزتها ومعها ولدها الصغير وراكبين في واحد الطوموبيله واعره سميتها مونوليث، واللي عطاها ليها راجلها كارل هديه. الطريق كانت طويله، ساندرا بقات كتقلب في البارامتر ديال الطوموبيل وكتشوف الميزات اللي فيها، واكتشفات باللي فيها نظام سكاي اي اللي هو ذكاء اصطناعي مطور بزاف. وهي كتقلب دخلت ليستوريك ديال الطوموبيل، وبان لها من خلال السجلات القديمه ديال السيستيم باللي كارل مشى بها لواحد الاوتيل مع صحابو وكانت معاهم شي بنت. منين شافت هادشي شكت في راجلها، خصوصا التعامل ديالو تبدل معاها مؤخرا. وفي نفس اللحظه كارل صونا ليها ابيل فيديو وقال لها باللي تيليشارجا ليها في التليفون ابليكاسيون باش يسهل عليها التحكم في الطوموبيل كيف ما بغات. وهو مازال كيهضر معاها دق شي واحد الباب ديال الغرفه وقطع الاتصال بالزربه، وهذا الشيء زاد من الشك ديالها اكثر. من بعد وقفات في واحد ستاسيون باش تقضى داكشي اللي غادي يخصها في الطريق، وهي كتقضى دار تشوف جهه الطوموبيل بان لها واحد المتشرد كيطلع على الطوموبيل ديالها وبغى يفتح الباب. جبدات البورطابل ودخلت لابليكاسيون وسدات الطوموبيل بواحد المود كيرجع الطوموبيل بحال شي خزنه ديال الفلوس ما يقدر حتى شي واحد يفتحها، ورجعات كملت القضيه ديالها. فجاه دارت تشوف ولدها ما لقاتوش حداها، تخلعت عليه بزاف خصوصا هو مريض بالضيقه، وخرجت كتجري تقلب عليه. من بعد شافتو جالس في واحد الطوموبيل وشي بنات دايرين بيه كيلعبوا معاه، هزاتو من تما وبقات كتغوت على دوك البنات وقالت لهم ما عندكمش الحق ديروا هذا الشيء، وكان خاصكم تشاوروا معايا بعدا هو الاول. هذوك البنات بقاو كيتغاوتوا معاها وقالوا ليها غير كنا كنلعبوا معاه وما درنا ليه والو. جاو تابعينها، دخلت للطوموبيل ودارت اخطر مود ديال السدان. وهي غاديه في الطريق صونات لصاحبتها الروح بالروح ابيل فيديو، وهما كيهضروا بانت ليها الغرفه اللي فيها صاحبتها كتشبه بزاف الغرفه اللي شاد راجلها كار في الوطيل، وشافت شي ظل ديال شي شخص معاها في نفس الغرفه. وقالت لها ساندرا وريني شكون معاك. بقات صاحبتها كتقفقف وفجاه قطعت لابيل. ومن بعد هاد الشيء الشك ديال ساندرا ولا يقين، وعرفات باللي كاينه علاقه بين كارل وصاحبتها. وصلات قدام الدار ديال عجوزتها، ولكن بدل ما تدخل الدار قررت انها تمشي للوطيل اللي كاين فيه راجلها باش تحصلهم متلبسين بجوج. وداك الشيء اللي دارت شدات الطريق وغاديه بسرعه كبيره، وفجاه السيستيم ديال الطوموبيل عطاها انذار باللي كاينه كسيده في الطريق والطريق مقطوعه. عطات امر للسيستيم باش يعطيها طريق اخرى تكون مختصره باش توصل بالزربه للوطيل. بالفعل الطوموبيل مشات في واحد الطريق مختصره ولكن كلها بيست وخاويه بزاف ومظلمه. ومع ساندرا معصبه ومقلقه ما حست براسها حتى شعلات كارو، ومع الدخان النظام ديال الطوموبيل خدم مود الطوارئ الخاص بالحرائق. عيات ساندرا تفهم النظام ديال الطوموبيل باللي راه شاعله غير كارو والو السيستيم ما بغاش يوقف. تعصبت وهي طفيه ورجعت هي اللي كتحكم فيها يدويا وبقات مكمله الطريق ديالها. شويه ولدها بدا كيكح، نسات باللي ولدها مريض بالضيقه وبالزربه لاحت الكارو، وبسبب الدخان ديال الكارو بدا ولدها كيبكي. وباش تسكتو عطاتو البورطابل ديالها باش يتلاها فيه ويحبس من البكا. وهي كتهضر مع ولدها فجاه بان شي حيوان وسط الطريق وهي تدخل فيه، شدات الفران ووقفت الطوموبيل وهبطات تشوف شنو داكشي. لقات واحد الايل تحت الطوموبيل وبقات غير كتشوف وهي مصدومه. وفي نفس الوقت ولدها وسط الطوموبيل كيلعب في التليفون وبلا ما يعرف دخل لابليكاسيون اللي كتحكم في الطوموبيل وبرك على المود ديال السدان وتسدات الطوموبيل كامله ورجعات بحال شي خزنه حتى واحد ما يقدر يدخل ليها. بقات مقاتله مع الباب باش تحلو ولكن والو ما بغاش يتحل. طلعت من السرجم ولقات ولدها مازال شاد التليفون وحال هذيك لابليكاسيون، وبقات كتشرح ليه بالاشارات باش يحيد داك المود، ولكن هو رضيع صغير عنده غير عامين ما فهم والو. وفجاه التليفون طاح له من يدو وزاد التخلعس ديال بصح. هزات حجره كبيره وبقات كتضرب في الجاج ديال الباب على امل انها تهرسو، ولكن اللي ما كانتش عارفه هو انها الطوموبيل مصنوعه خصيصا بحال هذا الشيء، واخا طيح من جبل ما يوقع عليها والو. ساندرا استسلمات الامر الواقع وبدات كتبكي، وفي ديك اللحظه تفكرت باللي وهي في الطريق دازت على واحد المحطه ديال الكهرباء ومشات كتجري لتما باش تطلب يد المساعده، وللاسف ما لقات حتى واحد. لقات التليفون ولكن لسوء الحظ ما خدامش. وهي راجعه للطوموبيل حسات بشي حاجه تابعاها في الظلام. بالخلعه بقات كتجري وطلعت فوق الطوموبيل، تبعها داك الكلب ديال الخلا
وفجأة الالارم بقات كتصوني بالجهد. تخلع الكلب وهرب من تما. ساندرا نعسات ديك الليلة فوق الطوموبيل. فاش حلات عينيها الصباح لقات ديك البلاصة صحراء كبيرة وخالية من البشر، يعني ما غادي تلقى حتى شي واحد اللي يعاونها. وفجأة تفكرت باللي شافت بلاكة مكتوب فيها مطار، وقررت تمشي لتما باش تجيب المساعدة. وقبل ما تتحرك غطات بالسوفيطمه ديالها الجهه اللي كتدخل منها الشمس وكتقيس ولدها. وبهذيك الحراره الطوموبيل ولات بحال شي فران من الداخل. تحركت من تما وبدات غاديه في الطريق، ولكن الشمس كانت كطنطن والجو سخون بزاف. عيات وحلقها نشف من العطش، ولحسن الحظ لقات واحد الواد ومشات كتجري شربات الماء وبردت الجسم ديالها وكملت الطريقه حتى وصلت للمطار. لكن للاسف حتى هو خاوي وفيه غير طياره قديمه. طلعت كتقلب فيها وهي طيح عينيها على قرعه خاويه، هزاتها وخرجت من تما. رجعت لنفس الواد وعمراتها بالماء ورجعت للطوموبيل ديالها. وهي غاديه بانت ليها الصوفيطمه اللي كانت مدرقه بها ولدها من الشمس طايحه في الارض. تخلعت ومشات كتجري لجهه الشجره فين كاين ولدها. منين شافت لداخل لقات ولدها غيب بسبب السخونيه والحراره اللي كاينه وسط الطوموبيل. كانت غير الفرفره العاديه اللي خدامه، ولكن الكليمه طافيه. ساندرا ما عرفت ما دير وبقات تالفه، وطاحت عليها الفكره ديال تكب الماء فوق الطوموبيل باش تنزل الحراره ديالها شويه. وبقات كتقلب في الطوموبيل حتى جاتها الفكره ديال دير الدخان حتى الفرفاره اللي كتدخل الهواء للطوموبيل. يقدر السيستم الذكي ديال الطوموبيل يحل الباب بوحدو باش يخرج داك الدخان اللي غادي يدخل لداخل، ولكن وقع العكس تماما. في اللحظه اللي بدا فيها الدخان كيدخل، السيستم حسبها تهديد خارجي وسد التهويه بمره. حتى داك شويه ديال الهواء اللي كان كيدخل حتى هو حبس. منين شافت ساندرا هادشي تخلعت بزاف وبدات كتضرب في الطوموبيل وكتحاول تحل الباب، ولكن والو. الطوموبيل محصنه بزاف ما يمكنش تهرس ولا تحل بسهوله. فقدت الامل وعيات بزاف وطاحت حدا الطوموبيل. من بعد وقت طويل رجعت نفس البلاصه اللي مات فيها ولدها، وبقى راجلها كيقول ليها انت هي السبب في الموت ديالو وانت هي اللي سديتي عليه الطوموبيل. حلت عينيها والحمد لله كان غير حلم. مشات كتجري جهه ولدها بالزربه، وللاسف غايب عن الوعي وقيل غادي يكون مات. وبقات كتبكي بحرقه كبيره، وفجاه شافت صباع ولدها كيتحركوا بشويه، يعني مازال حي ولكن الحاله ديالو صعيبه. المعاناه ديال ساندرا ما وقفاتش هنا. داك الكلب البري هجم عليها، خافت وجات طالعه فوق الطوموبيل، ولكن السقف ديال الطوموبيل كان سخون بزاف كيحرق وتخشات لتحت. حاول يهجم عليها وهي كتدفعو بواحد كلامونيط كبيره، ومن بعد فهمت باللي الكلب باغي ياكل داك الايل وما باغيهاش هي، وبقات كتدفع الجثه ديال داك الايل من تحت الطوموبيل. شويه الطوموبيل بدات كترجع اللور وكانت غادي تطيح في واحد الشعبه، وبقات كتشد فيها باش ما تطيحش. ولحسن الحظ واحد الحجره جات تحت الرويضه ووقفات الطوموبيل. وفي ديك اللحظه طاحت عليها فكره جهنميه، وقالت علاش ما تخليش الطوموبيل طايح من ديك الشعبه، حيت السيستم ديالها مصمم في حاله حادثه خطيره كيفتح الابواب كاملين تلقائيا، وهي اقوى طوموبيل في العالم، وحتى الا طاحت ما غادي يوقع والو للركاب اللي فيها لداخل. وهذا الشيء علاش مصنوعه اساسا. وبقى هذا هو الامل الوحيد باش تنقذ ولدها من الموت. بدات كتهرس هذيك الحجره اللي شاده الرويضه ديال الطوموبيل ودفعتها حتى طاحت لتحت. منين الطوموبيل طارت في الهواء، السيستم الذكي ديالها حس بالخطر وباللي شي قصيده خايبه وفتح البيبان كاملين. طاحت الطوموبيل في الواد والدنيا ولات كلها غبره. نزلات ساندرا بالزربه كتجري باش تشوف ولدها شنو وقع عليه. لقات الطوموبيل ما وقع عليها والو. جات تفتح الباب واخيرا الباب تحل وما قدتها فرحه. خرجات ولدها بالزربه ومشات لواحد الليله وحيدات له حوايجو باش يبرد شويه، ولكن التنفس ديالو بطيء وحياته مازال في خطر. وفي ديك اللحظه الطوموبيله دارت اعاده تشغيل السيستم ديالها اوتوماتيكيا. ساندرا ما بغاش تضيع حتى ثانيه، هزات ولدها وركبات الطوموبيل باش توصل لاقرب سبيطار وفي اسرع وقت ممكن. خدمات الكرابوطاج ديال الدفع الرباعي وكسيرات حتى خرجت من داك الواد ورجعت للطريق ومشات بسرعه كبيره في اتجاه السبيطار، وقدرت تنقذ ولدها في اخر لحظه. وبقات كتبكي وهي كتفكر في المعاناه اللي دوز، ولكن الخيانه ديال راجلها بقات مأثره على النفسيه ديالها بزاف، وخاصها تقرر واش غادي تكمل حياتها مع واحد خائن وكذاب ولا لا. حتى لهنا غادي يكون تسالى الفيلم ديالنا. نشوفكم في ملخص فيلم جديد ان شاء الله. اتهلاو.